أزول أزول، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غنبدا معكم سلسلة كيفاش تبدلي شخصيتك من شخصية ضعيفة لشخصية قوية. وأول فيديو غنديروه في هذه السلسلة هو الطاقة الأنثوية. الأنوثة ماشي هي مظهر خارجي أو كلام، هذا واحد الشعور كينبع من الداخل ديالك وكيبان في جميع تصرفاتك وتفاصيلك. الأنثى خلقت لتكون مميزة، رقيقة وقوية في نفس الوقت. ما تخليوش المشاكل والضغوطات والظروف ياخذوا منكم هذا الجانب الزوين الأنثوي اللي خاصكم تحافظوا عليه. اهتموا براسكم، اعطيو ولداتكم حقها وحبوا ذاتكم. الأنوثة عمرها كانت ولا غتكون ضعف، هي رقة، نعومة وتعرفي بقيمة راسك. ما تضغطوش على راسكم باش تكونوا مثاليات، دوا حنا مثالي في هذه الحياة، الكمال لله فقط سبحانه وتعالى. ما تخليو حتى حاجه في هذه الحياه تحسسكم بلي نتوما ما كتستحقوش الافضل. وفي هذا الفيديو غنشارك معكم بعض لي زاستيس اللي غيخليكم تبينوا الجمال والجانب الانثوي من شخصيتكم. اولا، تقبلي راسك، حبي راسك كيما انتي، سواء كنتي غليظه، رقيقه، سمراء، بيضه. قدري ذاتك، حيتاش الا ما كنتيش واثقه من راسك وما متقبلاش دوك لي طاش نواغ اللي كاينين في جسمك، اولا الحبوب اللي عييتي ما ديري ليهم ما بغاوش يحيدوا، اولا ما عاجبكش جسمك، بشرتك، اي واحد يقدر ياثر فيك. داكشي علاش حاولي تحبي راسك، حاولي تبغي راسك بعيوبك، والا دوك العيوب عندهم حل حاولي تعالجيهم. مثلا الا انت غليظه ولا رقيقه وما متقبلاش راسك، لبسي حويجات اللي ما يبينوكش غليظه بزاف ولا رقيقه بزاف. المهم حاولي تجربي ديري المكياج اللي كيجي معاك انتي واللباس اللي كيجي معاك انتي. هادشي اللي غتبقاي ديريه بوحدك مع راسك، ما تستعني بحتى وحده تعطيك رايها. هادشي كيتعتبر قله ثقه في النفس. حاولي تبقاي انتي اللي كتاخدي قراراتك في حياتك، ماشي شي واحد اخر اللي ينوب عليك. ملي تقدري ذاتك وتولي تشوفي راسك زوينه، الكون كله غيشوفك زوينه. انت اللي كتحكمي على راسك واش تكوني محبوبه ولا لا. دوك العيوب كيتحول الميزه ديك الساعه، كتصبحي انت مميزه على الغير. ثانيا، تجنبوا يا البنات السم والحقد، خصوصا بيناتكم. الغيره راه كتهلك الذات، كتبقى تابعه غير لا فلانه احسن مني خصني يكون احسن منها، فلانه زوينه وعلاش انا لا، لا فلانه خدمات وعلاش انا لا. بالعكس، بغيو الخير لبعضياتكم والله غيسهل عليكم. راه الا ما بغيتوش الخير لبعضياتكم عمركم توصلوا. مثلا كتعرفي شي بنت كتلبس زوين، تانسبيري منها ولكن ما تقلديهاش، حيت ديك الساعه ما غاديش تبقى البصمه الخاصه بك انتي. والا حسيتي بديك المشاعر ديال الحسد والغيره، حاولي تستغفري مولاك. وهنا كيبان حب الذات اللي دوينا عليه في الاول، حيت الا بغيتي راسك ورضيتي باللي عندك، عمرك غيغريك داكشي اللي كاين عند غيرك. داك الانسان اللي كيحسد ولا كيغير راه كيكد غير باللي هو اقل من الشخص الاخر، وهذا الا كان كيدل على شي حاجه فكيدل بلي هذا الشخص راه عنده نقص. ثالثا، النظافة الشخصية، وهي حاجة مهمة للأنثى. والأنوثة عمرها كانت البنات بالمكياج والعراء. مثلا انت خارجة دايره المكياج ومقاده الحالة ولكن فيك ريحة العرق، بحال الا درتي عكر على الخنونة. النظافة الشخصية أهم من الجمال ب100,000 درجة. خص ريحتك تكون زوينة، وجهك يوميا غسليه بالغسول ورطبيه بطبيعة الحال، سنانك نقيين، والدوش ضروري يا البنات، والترطيب خصوصا في هذا البرد. الاظافر ديالك يكونوا نقيين، ماشي طولي ضفاركم ما كتنقيهمش ولا صفرين بالزعفران. اختاروا الصبيغ ديال الضفار اللي كتجي مع لون بشرتكم. وشعرك تهلاي فيه، ديري ليه لي ماسك كل دوش، حمام زيت، وما تحرقيش بالبلاك. الا بغيتي تصبغيه صبغيه بلي برودوي اللي ما غيضروش لك الزغبه. المهم النظافه الشخصيه راه بحر، ما يمكنش تكوني انتي انثى وموستاش سابقك للقدام. البنات راه هادشي يمكن ديروه باقل تكلفه، تقدر تهتمي براسك غير بالمنتوجات اللي كيكونوا في اي دار مغربيه. رابع حاجه، واللي زوينه، دلعي راسك يا لاله، ما تسني حتى واحد يدلعك. انتي كتستحقي الافضل، انتي اي حاجه زوينه في هذا الكون. الا كنتي خدامه ديري وقيت لراسك، شري راسك ذهب وورد، ديري جليسات غير انتي وراسك، صفي عقلك، رتبي افكارك. ما كنتيش خدامه حاولي ديري داكشي اللي كيعجبك، اللي ما كيتعلقش بالماديات. اهتمي براسك بحال الا انتي البنت الوحيده في هذا العالم. والبنات، القرايه ديالكم
ما تضيعوهاش. القرايه والوعي راه شي حاجه مهمه في هذه الحياه، وتشبتوا بصلاتكم وقراو القران والدعاء راه كيحقق المعجزات، واي حاجه بغيتوها توصلوا ليها. وما تسناو حتى واحد يحقق لكم احلامكم، حققوهم لراسكم. وبعدوا من الناس اللي عندهم طاقه سلبيه، هذه حاجه كنأكد عليها. الناس اللي عندهم طاقه سلبيه بعدوا منهم. خامس واخر حاجه غندوي عليها هي لغه الجسد. انت انثى، كتصرفي على داك الاساس. المشيه تكون بالخاطر والتاويل، ماشي كل رجل تلوحيها ليا بجيه وكتمشي بحال الا كيشري عليك شي حد. الهضره تكون منخفضه وماشي بالغوات. طبقه الصوت راه مهمه، وداك الزبان والهضره ديال الزنقه حيديه من القاموس ديالك. وحاجه اخرى، داكشي ديال تولي امراه ب1000 رجل ولا تقمصي الدور ديال الرجل، لا لا ثم لا. دور الرجل خليه للرجل. انت انثى رقيقه ناعمه، دوك الشخصيات خليهم للضروره فقط. ديري الحوايج اللي تناسب الانوثه ديالك. مثلا راجلك في الدار وانت تمشي تجيبي البوطه، طبيعه الحال لا، حيت كاين فرق بين الاناث اللي كتكون عندهم طاقه الانثويه عاليه واللي كتكون عندهم الطاقه الذكوريه عاليه. والحاجه اللي خصكم تعرفوها هي عمرنا نقارنوا راسنا بشي حد. كل وحده عندها جمالها الخاص واسلوبها في هذه الحياه. ركزي على راسك وركزي على اهدافك، ونسي لي الناس ونسي كل شيء. كوني انانيه وفكري غير في راسك، غتوصلي بعيد، حيت انت انثى مذهله قادره تحقق اي حاجه حطتها في راسها.